السلام عليكم حبيباتي. اليوم راح نديرو مع بعض هاد الوصفة. نروحو للمقادير وطريقة التحضير. انا الحاجة الاولى اللي ندير بها هي هنا عندي 4 حبات فلفلة. انا بيان سور نشويها، هنا ندير لها الزيت بالفوق كيما هكا. هنا نديرها في الفريتاز ونديرها في البروغرام تاع الخضرة. ها هي هنا عطاتني 160 درجة، عندي 10 دقائق. هنا نشوي الفلفلة تاعي ونرجع معكم. ها هي انا بعد ما شويتها، شوف حبيباتي، انا نخليها نديرها في ساشي، نخليها تريح شويه ونجو نكملوا باقي الوصفه مع بعض. انا في مقله عندي كميه من الزيت، انا نخلي الزيت تاعي يحمى غايه. انا من جهه اني نغلي في الروز، اني نفيض في الروز. هنا درت حبه بصل تكون كبيره، قطعتها هكا قطع صغيره. انا نقلي البصل تاعي كمرحله اولى. ها هو الروز تاعي، هنا عندي قد كاس تاع روز، درته في الماء والملح وراني نطيب فيه. هنا نغلي عفوا نغطي البصل تاعي. هنا ندير الثوم. هنا عندي 2 فصوص تاع ثوم. انا اللي عندها البودغ دير البودغ، استغفر الله. هنا نقلي البصل تاعي غايه. انا بعد ما تقلى لي البصل، ها هو داب شويه، دوك نزيد عليه الفيونداشي. هنا اللي عندها بولياشي الدير. انا دائما كيما نقول لكم الحشو يبقى دائما اختياري. انا بالنسبه للتوابل عندي الملح وفلفل اسود. انا ما نبغيش نكتر توابل. انا اللي بغات تزيد كاش تابل ولا تزيد. انا نبغي الملح والفلفل الاسود، هذا مكان. ها هو الحشو تاعي بعد ما طاب. انا استعملت هذه صلصه الطماطم الجاهزه، دوك مام هي نطيبها في نفس المقله، نقلع الحشو ونطيب لاصوص طوماط تاعي بالرند والثوم. هنا هاي الفلفله تاعي بعد ما نقيتها، هاي نقلع لها في الزريعه تاعها. دروك نجيب هاد المول، هنا جيبي طبسي ولا غرفيه هكا صغيره ولا حاجه كيما هكا. هنا سي بون الحشو تاعي ها هو طاب وزدت له هذاك الروز. دروك نبدا نحشي في الفلفله تاعي كيما هكا. هنا الضغطه كيما هكا نزير كيما هكا. هنا نزيد الحشو كيما هكا ونغلق هذوك الجوانب تاع الفلفله كيما هكا. هنا نغلق ونزير كيما هكا. هنا بيان سور نجيب البلا تاعي اللي يدخل الفور. ها هي صلصه الطماطم تاعي بعد ما طيبتها بالثوم والرند. هنا اللي عندها الزعتره دير الزعتره. دروك نقلب الحبه تاع الفلفله كيما هكا في المول تاعي بهذا الشكل كيما هكا. يجينا هذا الشكل كيما هكا. مجرد تغيير في الوصفات، كل يوم نديرو حاجه جديده. انا نزيد معكم حبه واحده اخرى، ها هي راني نحل فيها، نقلع لها بيان سور الزريعه كيما هكا، نديرها في هذاك المول صغير في هذا. هي من الاحسن ما تحليها، ما تقسميهاش، خليها محافظه على الشكل تاعها. ونبدا ندير في الحشو كيما هكا. انا درت 4 حبات وكل واحده دير على حسب افراد العائله تاعها. انا نضغطي جيدا ونغلق كيما هكا. انا ضغطي غايه باش ما تنفتحش معاك في الفور. انا هذه ما بغاش تهود، مام انفتحت لي دوك تشوفوا معايا. وهنا ما بغيتش نحذف هذا المقطع باش تشوفوا كاع المراحل. شوفوا ها هي ما بغاش تهود معايا. ها هي انا من الاحسن تسعفوها باش الحبه ما تنحلش معاك. انا نكمل كاع الحبه تاعي ونرجع معكم. ها هي انا بعد ما كملت الحبه تاعي، هنا نجيب صلصه عفوا الطماطم اللي بقات معايا ونديرها من الفوق كيما هكا. نزيد الفرماج، من الأحسن تكون نوعية جيدة اللي تذوب في الفرن.
هنا كاع هنا الفلفله راها طايبه، الحشو راه طايب، ندخل البلا تاعي يتجمر في الفرن ونقعه. دوك تشوفوه معايا. استغفر الله. انا بيان سور راني شاعل الفور تاعي على 160 درجه، ندخله يذوب الفرماج وتشوفوا معايا في صحن تقديم. ها هو البلا تاعي بعد ما خرجته من الفور حبيباتي. شوفوا كي جا ولا اروع. انا بيان سور ما ننسوش الرشه تاع المعدنوس. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجاب تاعكم. مع سلامه حبتي، الى الملتقى ان شاء الله. ما تنسوش جيم باي، مع السلامه.